كنت جاية أكتب قصة وفجأة لقيت نفسي بكتب حاجة تانية خالص. كتبت: هو احنا ليه وصلنا لكده؟ ليه بقينا بنقلل من بعض؟ ليه بطلنا نحس ببعض؟ ليه بطلنا نحب بعض؟ ليه مش بنتمنى الخير لبعض؟ ليه لما بنلاقي حد ناجح في حياته مش بنشجعه ينجح ويستمر في نجاحه، لأ بنفشله وبنوقعه؟ ليه بنأذي بعض وبنجرح في بعض مع إن ممكن نقول كلمة نجبر بخاطره بدل ما نقسى على بعض بالكلام؟ ليه كل واحد بيجري في سباق، اللي يسبق واللي يلحق واللي ياخد، مع إن لو كل واحد فينا ركز مع نفسه واشتغل على نفسه هينجح؟ ليه بيشغلنا حياة غيرنا أكتر من نفسنا؟ ليه بنبص في حياة بعض ونقول ده عنده وأنا ما عنديش؟ ليه كل واحد فينا ما يبصش في طبقه ويرضى بيه ويرضى باللي ربنا قسمهوله؟ ليه الحسد والبص؟ على فكرة ربنا هو اللي مقسمها وعاطينا كلنا زي بعض. ليه بنتعصب على أقل حاجة ونفسنا بقى ضيق قوي ومش بنستحمل بعض؟ ليه بقينا بنيجي على بعض؟ ليه اللي بيتشهر اللي ملوش لازمة؟ ليه نعمل برامج بميزانيات وتكاليف كبيرة قوي مع ان ممكن الميزانيات دي تحل مشاكل أسر وتحل مشاكل ناس كتير قوي عندها حاجات كتير؟ ليه نضيع وقتنا في مشاهدة فضايح وسيرة بيوت مع ان مفروض سيرة البيوت دي تبقى ايه؟ اللي في البيت ده بيقولك البيوت أسرارها قبور، كل حاجة في البيت دي محدش يعرفها إلا الزوجين بس. ليه بقى نجيب في سيرة بعض ونجيب في سيرة الناس؟ ليه النم والغيبة؟ ليه ما يكونش الجواز مودة ورحمة؟ وليه ما يكونش برضو الطلاق في مودة؟ ولا تنسوا الفضل بينكم. ليه بقينا بنستغل الطيب؟ ليه بقينا بنشوف ان الطيب اهبل وبنجرح فيه ونستغله اكتر واكتر؟ ما هو طيب بقى. ليه بقينا بنتفه من المحتوى الناجح وبنقلل منه مع انه ممكن هو اللي يكون الصح اصلا؟ ليه القيم والاخلاق والمبادئ اختفت وبقت للاسف منعدمة؟ ليه ما بنشوف حاجة كويسة متقدمة للاسف بتكون مشاهداتها قليلة؟ ليه بنسمع وسوسة الشيطان؟ ليه بقينا بنجري ورا المادة وبس؟ ليه اللي معاه مش بيساعد اللي مش معاه؟ ليه وصلنا للفقر ده؟ مش قصدي على فكرة فقر الفلوس، لأن عمر الفقر ما كان فقر الفلوس. الفقر الحقيقي هو فقر القيم والمبادئ والأخلاق، فقر الدين. وأسوأ حاجة في الحياة هو إنك تكون فقير في علاقتك بربنا، وإنك تكون مش عارف تبقى غني بعلاقتك بربنا وتعزز علاقتك بربنا. أنا أسفة لو المرة دي أنا ممكن أكون تشوفوا إن كلامي متشائم، بس دي شوية أسئلة دارت على بالي. طبعا لسه في ليه كتير، بس كفاية كده. أنا عايزة أخد رأيكم في كل اللي أنا قلته، وأسفة لو كنت اللي أنا قلته متشائم أو شايفين إن هو طلع برا محتوى القصص، بس ديت على فكرة حقيقة، ودي قصة حياتنا المؤلمة بقى.